اهلا بكم في التايم لاين. لو كان عندك سوشيال ميديا زي الايام دي سنة 1971 كنت هتشوف على التايم لاين اخبار دبلوماسية البينج بونج. ايه؟ دبلوماسية ايه؟ بينج بونج. بينج بونج؟ يعني ايه بقى ان شاء الله؟ يا صاحبي، دبلوماسية البينج بونج باختصار هو مصطلح بيوصف استخدام الرياضة عموما والبينج بونج خصوصا لحل المشاكل الدبلوماسية وتحسين العلاقات بين الدول. يا اسطى، الرياضة عندنا بتعمل المشاكل مش بتحلها. لا، الموضوع ده اتعمل اكتر من مرة ونجح في مرات وفشل في مرات. هنعرف تاريخه سوا بس بعد البروم. هنرجع لوقت قيام الثورة الشيوعية في الصين سنة 1949 وتأسيس جمهورية الصين الشعبية بقيادة الزعيم الصيني ماو تسي تونج. من وقتها والعلاقات الصينية الأمريكية في حالة سيئة جدا. العلاقات بينهم ساءت أكتر بعد انطلاق الحرب الكورية سنة 1950 ودعم أمريكا لكوريا الجنوبية ودعم الصين لكوريا الشمالية. ومن بعد انتهاء الحرب الكورية في الخمسينات وفي مفاوضات سرية بين الصين وأمريكا لتحسين العلاقات بينهم، لكنها كانت دايما بتوصل لحارة سد نتيجة تمسك كل طرف بطلباته. وفي سنة 1969 نشب صراع حدودي بين الصين والاتحاد السوفيتي اتدهورت معاه العلاقات بين الدولتين الحليفتين بدرجة كبيرة جدا. ومع الظروف دي كانت بتظهر ضرورة تحسين العلاقات بين الصين وأمريكا، لكن الخطوة دي ما كانتش سهلة أبدا. ليه بقى؟ طبيعي، لأننا بنتكلم عن تحسين العلاقات مع دولة شيوعية. يعني المعارضة الأمريكية هتمسك طبلة وتزف نيكسون مع أول تحرك رسمي في الموضوع ده. وطبعا استمرت المفاوضات السرية بين البلدين بدون تحقيق أي نتيجة ملموسة. وفي سنة 1971 انطلقت النسخة رقم 31 من بطولة العالم لتنس الطاولة أو البينج بونج في مدينة ناجويا في اليابان، وشارك فيها المنتخب الأمريكي والمنتخب الصيني. ودي كانت أول مرة الصين تشارك فيها في حدث رياضي عالمي من بعد الثورة الشيوعية. أثناء البطولة اللاعب الأمريكي جلين كوين اللي كان عنده 19 سنة في الوقت ده اتأخر شوية في التدريب وملحقش الأتوبيس مع زمايله، فشبط في أول أتوبيس يقابله، ويدوب عدى من الباب لقى أفراد المنتخب الصيني في الأتوبيس قاعدين كأنهم كتيبة حربية. ايوه، السلام عليكم. ايه ده المجتمع ده. مرت لحظات صمت مريبة. بعدها اللاعب الصيني وقائد المنتخب جوانج تسي تونج قام وسلم عليه واتكلم معاه، وكمان قدم له هدية كانت عبارة عن صورة لسلاسل جبال هوانج تشان الصينية. تاني يوم وأثناء إقامة بعض المباريات في البطولة جلين كوين بيرد الهدية لجوانج تسي تونج، وكانت عبارة عن تيشيرت مرسوم عليه رمز السلام ومكتوب تحته Let It Be من أغنية فريق البيتلز الشهيرة. طبعا مصورين كتير حول العالم لقطوا المشهد ده اللي غطى على أحداث البطولة وبقى حديث العالم كله. لكن في رأيك رد الهدية واختيارها بالشكل ده، تيشيرت عليه رمز السلام وليت ات بي، كان تصرف عفوي من جلين كوين ولا كان في شغل حكومة أمريكاني ورا الموضوع ده؟ اكتب لي رأيك في التعليقات. الزعيم الصيني ماو تسي تونج ما فوتش اللي حصل ده واستغله أحسن استغلال، ووجه الدعوة لأفراد المنتخب الأمريكي لزيارة الصين، والصين هي اللي هتتحمل نفقات الإقامة والانتقالات وكل حاجة تخص الزيارة. بعد مشاورات مع السفارة الأمريكية في اليابان لاعبي المنتخب الأمريكي أعلنوا قبولهم للدعوة. وفي يوم 10 أبريل سنة 1971 بعثة المنتخب الأمريكي عبر الجسر هونج كونج وتوجهت داخل الأراضي الصينية في أول زيارة أمريكية رسمية من بعد الثورة الشيوعية في الصين. وتمت دعوة عدد من الصحفيين الأجانب والأمريكان لتغطية الزيارة اللي استمرت من 11 إلى 17 أبريل، وشهدت عدد من الفعاليات الرياضية والسياحية والثقافية زي إقامة مباريات ودية بين لاعبي أمريكا ولاعبي الصين في تنس الطاولة تحت شعار الصداقة أولا بعدها تأتي المنافسة، وزي زيارة سور الصين العظيم وزيارة القصر الصيفي وحضور عروض في الأوبرا. وفي يوم 14 أبريل سنة 1971 رئيس الوزراء الصيني جو إن لاي بيستقبل أفراد بعثة المنتخب الأمريكي وبيلقي خطاب أثناء استقبالهم قال فيه
إنه بيهنيهم على فتح فصل جديد في العلاقات الدبلوماسية بين الصين وأمريكا. في نفس اليوم أمريكا ردت بتخفيف القيود على التجارة الصينية وعلى الرحلات إلى الصين، وانتهت الزيارة ومع وصول اللاعبين الأمريكان لهونج كونج استقبلهم طوفان من الصحفيين والمراسلين من كل دول العالم تقريبا. صحف عالمية كبيرة نقلت تصريحات للاعبين أمريكان بتبين انبهارهم بكل حاجة في الصين، الاستقبال، الناس، الثقافة، وحتى الأكل الصيني. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الطعابة والحلاوة دي اقسم بالله. لكن التصريح اللي عكس شعور العالم ناحية الزيارة دي كان تصريح قائد المنتخب الأمريكي جراهام ستينهوفن، اللي قال فيه إنه شاف لافتة للترحيب بالمنتخب الأمريكي متعلقة فوق جدار مكتوب عليه تسقط أمريكا وحلفائها الكلاب. وفي يوم 15 يوليو سنة 1971 مستشار الأمن القومي الأمريكي هنري كيسنجر قام بزيارة سرية للصين، وبعدها ومع بداية عام 1972 لاعبي المنتخب الصيني زاروا الولايات المتحدة، وهناك لعبوا مباريات ودية وزاروا ديزني لاند. وفي فبراير سنة 1972 الرئيس الأمريكي نيكسون بيقوم بزيارة للصين بتمتد لمدة 8 أيام، قابل فيها رئيس الوزراء الصيني جو إل لاي والزعيم الصيني ماو تسي تونج. وأثناء حديثه مع ماو تسي تونج نيكسون قال إن عمره ما كان يتخيل إن البينج بونج هي اللي تحرك المفاوضات بين البلدين. ماو تسي تونج تقمص شخصية الحكيم الصيني وقال له: هذه الكرة الصغيرة حركت تلك الكرة الكبيرة. يا لهو على العمق يا جدعان. احنا هنهزروا سوا. نجاح دبلوماسية البينج بونج بين الصين وأمريكا كان له تأثيره سياسيا ورياضيا. في سنة 1988 تم إضافة تنس الطاولة أو البينج بونج إلى الألعاب الأولمبية، وفي سنة 1991 في بطولة العالم لتنس الطاولة في اليابان تم تكرار دبلوماسية البينج بونج، بس المرة دي في محاولة لتحسين العلاقات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. ازاي؟ الموضوع بدأ بحلم وبمجهود كبير جدا من رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة إيشيرو أوجيمورا، اللي عمل 20 زيارة لكوريا الجنوبية و15 زيارة لكوريا الشمالية عشان يحقق فكرته المجنونة. فكرة ايه يا اسطى اللي محتاجة السفريات دي كلها؟ الفكرة كانت تكوين فريق كوري موحد من لاعبي منتخب كوريا الشمالية ولاعبي منتخب كوريا الجنوبية، والمشاركة بيه في بطولة العالم لتنس الطاولة تحت اسم منتخب كوريا، كوريا وبس، لا شمالية ولا جنوبية. وبالفعل شارك المنتخب الكوري في البطولة بعلم أبيض مرسوم عليه خريطة لشبه الجزيرة الكورية باللون الأزرق، وأثناء المراسم كانوا بيعزفوا الأغنية الكورية الشعبية أري رانج بدل السلام الوطني. لكن التاريخ والخلافات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية أعمق وأصعب من إن الحل يكون بالبساطة دي. لكن مين عارف إيه اللي ممكن يحصل في المستقبل؟ مفيش شك إن دبلوماسية البينج بونج هو أسلوب مبدع وذكي جدا لاستغلال الرياضة والاستفادة منها في حل خلافات جوهرية بين دولتين مختلفين جدا في اللغة، في الثقافة، في السياسة، زي الصين وأمريكا. لكن عندنا هنا لسه لحد النهاردة بنقول حساسية المباريات العربية. عربية إيه بس يا اسطى؟ ده الناس عندنا بتعمل لبعضها بلوك بعد ماتش أهلي وزمالك. طب سؤال يا اسطى، ليه ما يحلوش الصراع العربي الصهيوني بالرياضة بدل ما احنا بنرفض نلعبهم؟ ما تبقاش ساذج يا صاحبي. الصين وامريكا ما كانش في بينهم احتلال ولا دمار ولا دم ولا جرائم حرب ولا عايزنا نتواجه رياضيا؟ استبعد كل جرائمهم من المعادلة، ده لو قدرت. ولا انت ايه رأيك؟ في النهاية لو عجبك الفيديو اشترك في القناة، اعمل اللايك، شير الفيديو لاصحابك، وما تنساش تشوف المصادر وتكتب لي رأيك في التعليقات. سلام.